السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. أهلا بيكم مستمعينا مستمعي راديو انطلاقة. معاكم من جديد دكتورة غادة عليوة، صيدلي كلينيكي وأم وصانعة محتوى طبي، وبكلمكم كالعادة كل يوم في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، اللي اتفقنا ان احنا هنتكلم فيه يوميا عن ازاي نصوم رمضان براحة ونستمتع بصيامنا وفطارنا بدون مشاكل صحية. وكمان هنقول نصايح مخصوصة لأصحاب بعض الأمراض نعرف بيها إمتى يصوموا وإمتى الصيام يكون خطر عليهم، وإيه اللي يعملوه عشان يصوموا ويفطروا بأمان. النهاردة كلامنا هيكون عن الحامل والمرضعة. هل الحامل ملهاش صيام أو اللي بترضع غلط إنها تصوم؟ ده اللي هنعرفه النهاردة إن شاء الله. مبدئيا كده هنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأكيد إن كل واحدة غير التانية حسب صحتها وظروفها. فهنبدأ كده نتكلم عن الحامل. إمتى الحامل تقدر تصوم وإمتى الصيام يكون خطر عليها؟ مبدئيا كده انتي طبيبة نفسك، يعني الحمد لله صحتك كويسة، الحمل مستقر، مفيش مشاكل أو مضاعفات، يبقى بإذن الله تقدري تصومي. أما لو عندك أنيميا أو عندك سكر في الحمل لا قدر الله، أو عندك مشاكل في السيولة أو خطر إجهاض، أو المية حوالين الجنين قليلة، أو عندك هبوط وانخفاض ضغط مستمر، أو أي مشكلة تانية في الحمل انتي أدرى بيها، يبقى خطر إنك تصومي، وربنا مديكي رخصة الإفطار وتعوضيها بعدين بإذن الله. ما تخاطريش بصحتك أو صحة جنينك، ما تصوميش إلا لو كل أمورك تمام. وكمان لو صمتي وحصلك مشكلة زي الهبوط أو الإغماء أو تعب أو أي حاجة تانية، افطري وما تصوميش تاني وعوضي بعدين بإذن الله. لكن الحامل اللي هتصوم لازم تراعي أكلها كويس في الفطار وفي السحور وشرب المية، وهقولك كمان شوية تعملي ايه بالظبط عشان ما تتعبيش. أما المرضعة بقى، هل لازم تفطر أو صيامها هيضر البيبي أو اللبن هيقل بسبب الصيام، أو زي ما دكاترة بيقولوا إنها لازم تفطر لو البيبي أقل من 6 شهور؟ هقول لكم إن مفيش أي منظمة طبية أو تخصص رضاعة عالمي قال إن الصيام يقلل من تركيبة لبن الأم أو حتى نقص المواد الغذائية اللي فيه. لكن أقدر أقول لكل مرضعة، لو انتي الحمد لله كويسة صحيا، ما عندكيش أنيميا أو ضعف، ولبنك اللهم بارك كويس مفيش مشكلة فيه، أو ابنك عدى ال6 شهور وبقى بياكل خلاص مع الرضاعة، تقدري تصومي بكل أريحية. وهقولك برضو كمان شوية ازاي تاكلي وتشربي عشان ما تتعبيش. لكن لو صمتي ولقيتي حصلك إرهاق شديد أو تعب أو لبنك بيقل والبيبي ما بيكفيهوش اللبن وبيعيط من الجوع خلال اليوم، يبقى اسمحيلي ما تصوميش، افطري واقضيها بعدين بإذن الله. أما لو انتي أصلا ابنك أقل من 6 شهور، يعني ما بياكلش ولبنك ضعيف وعمالة تاخدي مدرات لبن، أو عندك أنيميا بتتعالجي منها وعمالة تاخدي في حديد وفيتامينات، أو ضغطك منخفض على طول وبيجيلك هبوط أو جفاف، فاوعي تصومي. نصيحة ما تصوميش، هتتعبي جدا ولبنك هيقل جدا، وده خطر وصعب ان انتي تعوضيه بعدين. اللي هتصوم بقى سواء حامل أو مرضعة، حتى لو ما عندهاش مشاكل، فلازم تراعي غذاها كويس. وهقول لكم على شوية نصايح مهمة جدا عشان ما تنضريش لا انتي ولا البيبي، بس بعد الفاصل. دلوقتي هناخد فاصل قصير حوالي 30 ثانية ونرجع على طول بإذن الله. ما تنسيش انك تقدري تتواصلي معايا بأي استفسار أو سؤال أو تعليق على صفحة راديو انطلاقة.
أهلا بيكي من جديد مستمعة راديو انطلاقة. معاكي دكتورة غادة عليوة، وحلقتنا النهاردة عن الحامل والمرضعة، امتى يصوموا وامتى الصيام يكون خطر عليهم، ولو هيصوموا ايه اللي يعملوه بالظبط علشان يعدوا الصيام بأمان. واتكلمنا قبل الفاصل عن امتى الحامل أو المرضعة تقدر تصوم وامتى الصيام يكون خطر عليها. ودلوقتي هنتكلم بقى عن الحامل أو المرضعة اللي ما عندهاش مشاكل وهتقدر تصوم بإذن الله. اللي هتصوم بقى سواء حامل أو مرضعة حتى لو ما عندهاش مشكلة، فلازم تراعي غذاها كويس، وهقول لكم على شوية نصايح مهمة عشان ما تنضريش لا انتي ولا البيبي. أول حاجة، لازم تهتم كويس بالبروتينات زي اللحوم والفراخ والسمك والبيض واللبن. ولو ملكيش تقل على اللبن، كلي زبادي كمصدر للبروتينات، وكمان مصدر للكالسيوم والبروبايوتكس المهمة لقولونك عشان ما تعانيش من إمساك. كمان خلي في أكلك نشويات معقدة عشان تديكي طاقة وألياف ومعادن وفيتامينات مهمة. الفيتامينات المعقدة قلناها في الحلقة اللي فاتت في حلقة مريض الكبد، بس هقولها لك تاني دلوقتي. الفيتامينات المعقدة زي اللي موجودة في البطاطس والبطاطا، وكمان موجودة في الحبوب الكاملة زي الشوفان والبليلة والشعير، وكمان موجودة في بعض الخضروات والفواكه زي البروكلي والجزر والورقيات الخضراء والموز والكيوي والرمان، وكمان موجودة في البقوليات زي الفول والعدس والفاصوليا وغيره. اهتمي بالنشويات المعقدة واستخدميها بدل النشويات البسيطة، وبدل ما تاكلي عيش أبيض هيعملك إمساك وما منوش فايدة، كلي العيش البلدي بتاعنا الحلو اللي برده، أو التوست البني أو التوست بالحبوب الكاملة. كل دي حاجات أحلى بكتير من العيش الأبيض. ما تكتريش من الحلويات، لأن الحلويات هتديكي طاقة عالية وهتحسي إن عندك طاقة، بس هيتفرز بسببها انسولين كتير في جسمك، هتأدي لهبوط سريع، هتحسي بهبوط وإرهاق بسهولة بعد فترة قصيرة، وهتحتاجي إن انتي عايزة طاقة من جديد، وده مش هينفع في الصيام. ضروري جدا للحامل والمرضعة شرب السوائل بنظام. أهمها أهم السوائل طبعا المية. كل ساعة بين الفطار والسحور لازم تشربي كوباية مية، وده عشان انتي ما تتعرضيش لهبوط أو الجنين بتاعك يتعرض لنقص السوائل حوالينه، أو حتى المرضعة عشان لبنك ما يقلش والبيبي يتأثر بقلة اللبن وعدم الرضاعة. بالنسبة للمرضعة بقى، تعمل كل اللي قلناه، لكن كمان لازم تاكل حاجات مدرة للبن زي الشوفان والمكسرات وأهمها اللوز، كمان الورقيات الخضراء والبطاطا. وقلنا قبل كده إنها لازم تاكل بروتينات كويس، البروتينات منها البقوليات، وخاصة العدس والفاصوليا لأنهم بيحتوي على بروتينات وكربوهيدرات معقدة، يعني 2 في 1. لازم المرضعة برضو تهتم بالمشروبات اللي بتزود اللبن زي الحلبة والشمر واليانسون والزنجبيل واللبن نفسه والعصاير الطبيعية قليلة أو خالية السكر. ما تزوديش من السكر زي ما قلنا. وأهم حاجة للحامل والمرضعة إنك ترتاحي، ما تبذليش مجهود كبير عشان ما تتعبيش، وتعبك ده هيأثر على البيبي سواء حامل أو بترضعي. وفي الحلقة التانية قلنا على الحاجات اللي بتقلل الجوع والعطش، فلو عاوزة تسمعي الحلقة التانية عشان تعرفي ازاي تقللي الجوع والعطش ياريت تسمعيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. أشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان، اللي بتسمعوه على راديو انطلاقة يوميا الساعة 1 الظهر، والإعادة الساعة 3 الفجر. كان معاكم دكتورة غادة عليوة. وما تنسوش إنكم تقدروا تبعتولي أي استفسارات أو أسئلة في كومنتات صفحة راديو انطلاقة. دمتم بخير وصحة. مع السلامة.